بس الانجاز اللي في عمري ان انا عمري ما كسرتش حد، ما كسرتش صاحب ولا انسان، ان انا وزعت افراح للناس وانا قلبي في عرض الفرحة جعان، ان استحملت كتير وصبرت ما خدتش حقي من الجارح، وانا قادر اجيب حقي مسامح، وانا عندي ايمان ان اللي الصبر هلك حاله هيلاقي الافراح جاياله، فانا مش زعلان. اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني كتير. من اخر فيديو جايلكم بفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. وفي بداية الفيديو مش عايزين ننسى ندعي لاخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم يا رب ويكون في عونهم، وان شاء الله نصر ربنا قريب باذن الله، وربنا يرحم شهدائهم وينصرهم نصر عزيز مقتدر، اللهم امين يا رب العالمين. ابتديت معاكم الفيديو من تحضير اللانش بوكس وحيرة اللانش بوكس. النهارده انا عملت سندوتشات بطاطس محمره وعملت سندوتشات جبنه رومي. انا ببقى يعني سائله الولاد من قبلها بيوم عايزين سندوتشات ايه. ودي افضل طريقه بجد هتريحكم جدا لو اتبعتوها، ان انتوا تسالوا الولاد عايزين سندوتشات ايه. هما بيبقى ليهم يعني اتجاهات معينة، وكل طفل بيختلف عن التاني، وكل عمر بيختلف عن التاني. في ولاد بتحب حاجات معينة وفي ولاد مش بتحب حاجات معينة. فانتوا اسألوهم عايزين ايه، علشان لما تعملوا سندوتشات هم بيحبوها هياكلوها، ونتفادى بقى حتة ان هم يرجعوا بالسندوتشات تاني، او ان هم يوزعوا السندوتشات على اصحابهم، علشان لما يرجعوا ما تزعقيش بقى وانت ما اكلتش ليه وانت جبتي سندوتشاتك ليه. فيعني الحل يرضي جميع الاطراف ان انتوا تسالوهم عايزين تاكلوا ايه. بس كده حضرت السندوتشات وحطيت لهم بقى العصير، واهم حاجه طبعا الميه. وكنت جايبه كب كيك هحطه لهم برضو كده، بصوا كب كيك قمر. حطيته كده في علبة علشان ما يتفرفتش. العلب اللي هي احجامها صغيرة دي هتنفعك جدا 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 ايام الدراسة، تحطي فيها فواكه، تحطي فيها خضار، تحطي فيها مثلا حاجات زي الكب كيك، او اللي هو الحاجات اللي بالعجوة دي. انا يعني ولادي بيحبوها جدا فبحب احطها لهم. وكمان التمر ومشتقاته يعني بتدي طاقة حلوة جدا للولاد. خلاص عملت اللانش بوكس والولاد مشيوا توكلوا على الله وراحوا المدرسة، ربنا يا رب يحفظهم ويرجعوا بالسلامة. قلت كده هدي غسلة سريعة، يعني مش غسلة، هنلمع بس التلاجة من جوه تلميعة على السريع. كنت اتصلت جبت خضار، فقلت على ما الخضار يجي هبدأ كده ان انا ألمع التلاجة. انا بستخدم منظف كلين من شركة ماي واي، شركة مصرية 100%. وبنضف بيها التلاجة، الميكرويف، الديب فريزر. بجد منظف رائع، ريحته حلوة، فعاليته حلوة جدا، بيدوب اي اتساخات، حتى لو في الميكرويف بيزيل اي دهون، وبيخلي كمان فيه ريحة كويسة جدا بعد ما تنضفي، ومش بيسيب اي اثر خالص. خلصت التلاجة ونضفتها ورجعت كل حاجة في مكانها. هنا كده كنت جايبة مسحوق اللي هو روز جاردن، مسحوق حلو جدا وريحته حلوة. انا كان عندي حبة من الاوكسي، فقلت هخلط الاتنين على بعض واحطهم في علبة واحدة. عايزة اقول لكم ان المنتجات دي كنت جايباها في مشتريات الشهر اللي فات، فلو لقيتوا فيها منتجات خارج المقاطعة، طبعا انا كنت جايبة الحاجات دي قبل ما يحصل الاحداث دي، بس انا اللهم لك الحمد والشكر مقاطعة تامة. وان شاء الله بدور على البديل، وان شاء الله اول ما يكون منتج كويس مصري وانا استخدمته هقول لكم ايه البديل بتاعه. هنا كده حطيت المسحوق في العبوة بتاعة المسحوق، وابتديت اديها كده تلميعة من بره علشان نرجع كل حاجة في مطرحها تكون نظيفة. طيب بعد ما حطيت المسحوق ولمعت العبوة، طبعا لازم ألمع الرخامة علشان لو حطيت خضروات أو فواكه ما تكرفش ريحة المسحوق على الحاجات اللي أنا بعملها. هنا كنت غاسلة علبة الرز البسمتي، وأول ما نشفت واتأكدت إن هي جافة تماما رجعت الرز البسمتي مكانه، وكمان برضو اديتها تلميعة. وجبت هنا علبة بقى الرز المصري، هو كان فيها حبة صغيرين، ابتديت اشيلهم علشان اخليهم كده من على الوش. وانا بحفظ الرز بحط فيه ورق لورا، بيخلي ريحته حلوة وبيحفظه من التسوس. حتى لو عندك كمية كبيرة حطي ورق لورا، وبجد هيفرق جدا وهيخلي ريحة الرز حلوة جدا.
وحطيت كده الرز، وكمان حبة الرز اللي كانوا موجودين عندي من قبل كده حطيتهم من على الوش، ولمعت كمان العلبة من بره. هنا بقى كنت جايبة منتجات كنور، اللي هي مرقة الدجاج ومرقة الخضار وال11 بهار. طبعا انا سمعت ان كنور مقاطعة، بس الحاجات دي كانت مخزون عندي، فانا هستخدم كل المخزون حتى لو في المقاطعة، لان هو اوريدي انا اشتريته، اوريدي دفعت ثمنه، فحرام انه يترمي. دي برضو نعمة ربنا ومش هنرميها. خلاص احنا اشترينا، وما كناش نعرف ان الحاجات دي يعني تبع اللي ما يتسموش، وان الاحداث دي كلها هتحصل. ف يعني لو انت عندك حاجات في المقاطعة، ما ترميهاش، استخدميها، وما تشيليش نفسك ذنب، او تحملي نفسك اعباء انت ما كنتيش قصداها، ولا تلومي نفسك. حاجات انت اشتريتيها، وزي ما قلنا دي نعمة ربنا، استهلكيها وخلصيها، وابدأي دوري على البديل للمنتجات دي، يكون بديل مصري، وان شاء الله هنلاقي بدايل مصرية كويسة جدا، واكيد اكيد هتكون جودتها كويسة ان شاء الله. وهنا بقى رصية الخضروات. انا بحفظ الخضار في علب محكمة الغلق، ويفضل ان هي تكون علب شفافة عشان تبقي عارفة ايه اللي جوه العلبة. وحطي في قاع العلبة مناديل من مناديل المطبخ، اللي هي بتطلعي عليها البطاطس او البانيه والحاجات دي. وبتحطي الخضار وبتقفلي العلبة. فايدة المناديل ان هي بتمتص الرطوبة من الخضروات والفواكه، وحوالي كل 3 او 4 ايام بتغيري المنديل وتحطي منديل نظيف، وبكده هتحافظي على الخضروات والفاكهة، تقعد معاكي اطول وقت ممكن في التلاجة من غير ما تفسد. انا هنا كنت جايبة الخضار اللي ناقص عندي واللي انا كنت محتاجاه. وطبعا احنا لو تفتكروا في اول الفيديو كنا منضفين التلاجة، بحيث لما نحط الخضار تبقى الحاجة محطوطة في مكان نضيف. هنرص بقى كل حاجة مكانها، وده اللي المفروض تعمليه قبل ما تشتري مشتريات الشهر. تكوني منضفة ضرفة الخزين، وبتعملي جرد تشوفي ايه الحاجات اللي ناقصة عندك، وايه الحاجات اللي انتي هتستغني عنها الشهر ده لان هي موجودة عندك، وتبدأي تكتبيها في ورقة. ونفس الكلام التلاجة بتديها تلميعة كده على السريع، وبتشوفي ايه الحاجات اللي ناقصاكي، وبرضه بتكتبيها بحيث انك تنزلي تشتري الحاجات اللي انتي محتاجاها، وما تشتريش يعني اكتر من احتياجك. وبلاش يا جماعة نمشي ناحية كلمة عروض، ونجيب العرض لمجرد ان هو عرض وخلاص، وممكن تكوني انتي مش محتاجاه اصلا ومش هتستخدميها. فبلاش نجيب حاجات علشان هي مكتوب عليها عرض او سعرها مخفض، وهي ملهاش اي استخدام عندنا. وهنا بقى علبة التوابل يعني تقريبا كلها كانت فاضية، يعني الا لو حاجات كان فيها حاجات بسيطة جدا. فابتديت اجيب العبوات واملاها تاني. طبعا اسهل طريقة ان انتي تملي عبوات التوابل بالقمع. هتنزلي كل التوابل جوه العبوة نفسها، ومش هتهدر منك ولا حاجة تقع منك على الرخامة. طيب التوابل انا بحفظها في درج التلاجة، علشان يعني ما تكرفش رايح تاني او تسوس او كده. فانا بحفظها في درج التلاجة. بجيب الاكياس وببدأ احطها في التلاجة، ولما العلبة تخلص بطلع واملى عبوة التوابل. عبوات التوابل دي حجمها صغير، وياريت تنقي علبة توابل او طقم التوابل بتاعك تكون العبوات بتاعته صغيرة، عشان تستهلكيها اول باول وما تقعدش معاكي فترة طويلة، وتبدأ التوابل تطولها بقى الرطوبة وترطب منك، وريحتها والزيوت الطبيعية اللي فيها تطير. فكل ما كانت العلبة صغيرة هتستهلكيها بسرعة، ولما تخلص ترجعي تمليها تاني، مفيش اي مشكلة خالص. خلصت كده، مليت كل العبوات. البخاخ اللي في ايدي اللي بلمع بيه كل العبوات من ساعة ما اشتغلت، البخاخ ده فيه مية وديتول وبس. على كده بلمع بقى العبوات، مطرح مثلا ما مسكتها بايدي حاجات متبصمة عليها او كده، مية والديتول بتنضف وبتعقم. وما تقلقوش، مش هتدخل خالص جوه العبوة، ولا ريحة الحاجة هتكون فيها ريحة ديتول نهائيا، لان كمان العبوات مقفولة كويس، وكمان الديتول مخفف بالمية. خلصت كده التوابل كلها ومليت العبوات. هرجع بقى الزيادات مطرحها في التلاجة بسرعة علشان منساهاش برا وتبوظ. كمان المنظم نفسه بتاع التوابل هبدأ ألمعه بالمية والديتول. هو علشان خشب أنا مش بغسله، أنا بخاف على الأخشاب إن هي تبوظ من كتر المية، فبرش بس بالبخاخ المية والديتول على المنظم نفسه، وببدأ أجففه بسرعة بفوطة نظيفة، وبيرجع يلمع وبيبقى زي الفل.
وعلشان تتفادي ان انتي تقعدي بقى تغسلي في طقم التوابل بتاعك، ابعديه عن البوتاجاز. طول ما طقم التوابل موجود قريب من البوتاجاز هيتراكم عليه الدهون. طول ما هو بعيد كل اللي هيكون عليه تبصيمة من ايدك او اتربة، يعني حاجات خفيفة مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود في التنظيف. هاجي بقى عند العبوات بتاعة الشعرية واللسان عصفور بقى والمكرونات والحاجات دي، هشوف ايه العبوة اللي فاضية وابدأ ان انا املاها تاني. دي كده كانت شعرية، وهبدأ برضو استخدم الفوطة اللي فيها مية وديتول، وهلمع كل حاجة علشان تبقى نظيفة. طول ما الحاجة قدامك نظيفة انت هتبقي بتستخدمي الحاجة وانت نفسيا مرتاحة. انا هنا بجيب اكياس نشا، ودي كانت علبة نشا عندي يعني قديمة جدا، فكان فيها حبة صغيرين، فانا جبت اكياس وابتديت افضيها في العبوة بتاعة النشا. انا بحب اجيب مثلا كام كيس كده وبخليهم عندي، بستخدمهم بقى لو هعمل اي خلطات للبانيه او فراخ او كده، فباخد معلقة على الدقيق او البقسماط، او لو هعمل مهلبية أو يعني الحاجات دي، فانا بحب اجيب النشا في المشتريات. هنا ده برضو ال11 بهار، وزي ما قلتلكوا الحاجات دي مخزون عندي، ان شاء الله لما تخلص هنبدأ بقى نستغنى عن كل الحاجات دي ونبدأ ما نجيبهاش تاني ابدا. يا ريت يا بنات مش عشان فترة مقاطعة نقاطع ونرجع نستخدم الحاجات دي تاني، او نقول لا مفيش بديل للحاجة دي ومستحيل اوقفها ومش هعرف الاقي بديل. لا ان شاء الله هتلاقي بديل، والمنتجات المصرية نازلة مكتسحة الاسواق، واكيد اكيد هتلاقي بديل يرضيكي ويطلع لك نفس النتيجة بتاع منتج اللي ما يتسموش، وكمان هيكون بسعر ارخص. هنا بقى جبت العبوات بتاع الكربوناتو وملح الليمون. خلي عندك اساسي في مشتريات الشهر كربوناتو وملح ليمون. كربوناتو وملح الليمون مش هتستغني ابدا عنهم في التنظيفات العميقة او في التنظيفات اليومية، هتحتاجيهم كتير جدا، ومن الحاجات الفعالة جدا وآمنة جدا في التنظيف. طبعا فعالة، بتطلع اي بقع مهما كانت صعبة، ومهما كانت البقعة دي عنيدة بتطلع بالكربونات وملح الليمون. وكمان منتج يعني اكيد مش في المقاطعة، انت بتجيبيها من عطار، والعطار يكون كويس على المنتجات بتاعته عليها السحب، وخلاص على كده بتجيبي بقى الحاجة من عند العطار وبتستخدميها، وبجد رخيص جدا. يعني انا جايبة الحبة دول ب20 جنيه كربونات وب20 جنيه ملح ليمون، وما شاء الله ملوا العلبة وهيكفوكي حبة كويسين جدا، وهتبدأي تستخدميهم في حاجات كتير. وان شاء الله هعمل لكم فيديو باستخدامات الكربوناتو وملح الليمون. وكمان كنت جايبة قهوة، انا من الناس اللي ماليش في اي حاجة فيها كافيين الصراحة. هنا بقى كنت عملت الغدا ما كنتش محتاجة ان انا اصوره معاكم، يعني دي كانت صينية بطاطس بالفراخ ورز وشكرا على كده. انا بس حبيت اوريكم بس الغدا بتاعنا، هو ما فيهوش اي افتكاسة، غدا سهل وسريع جدا، وزي ما قلنا احنا ايام دراسة فعايزين نسهل على نفسنا. وده كان الغدا بتاعنا، والف هنا وشفا على اللي كل، وربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. كانت بقى سجادة المطبخ بتقولي اغسليني خلاص ارحميني. المهم جبت السجادة بتاع المطبخ وهبدأ كده املى عليها مية. وده شامبو سجاد انا بشتريه من بتاع المنظفات. لو جنبك صبانة كويسة هتلاقي عندهم شامبو سجاد، هتلاقي عندهم جنرال، هتلاقي عندهم كولوريكس الوان، هتلاقي عندهم ديتول داوني فينيك. كل الحاجات دي اهم حاجة تكون صبانة كويسة ومضمونة، هتلاقي الحاجات دي عندهم حلوة جدا، وكمان ارخص واوفر من المنتجات المعلبة بكتير. انا بجيب الشامبو بتاع السجاد وبغسل بيه، وبصوا بجد بيطلع كمية رغوة فظيعة، وريحته رهيبة بجد، والله العظيم ريحته خطيرة يا بنات. عايزه اقول لكم ان انا بعد ما غسلت السجاده بقيت طول ما انا ماشيه في الطرقه شامه ريحه الشامبو بتاع السجاد ده، وكل ما ادخل التويلت الريحه ماليه المكان. بجد تحفه 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 تحفه، عشان كده بقول لكم لازم تشتروا من مكان يكون مصدر ثقه. هنا كده ابتديت اغسل السجاجيد بتاعه المطبخ، هما قطعتين،
فغسلتهم كويس وابتديت ان انا اشطفهم كويس جدا، وفي الاخر كده بسيبهم يتصفوا تماما. وبعد كده كان الباسكت بتاع المطبخ عايز يتغسل، جبته كده وحطيت مسحوق اللي هو بتاع المواعين وحبة من الكلور وشوية مية سخنة. واتفرجي بقى على الباسكت هيبقى عامل ازاي. المية السخنة مع الكلور مع صابون المواعين هيديكي نظافة وتعقيم وريحة حلوة وتطهير وكل حاجة، ومفيش اي حاجة هتبقى في الباسكت لازقة او روايح او كده. وانا كنت عامله لكم فيديو ازاي تتخلصي من الروائح الكريهه بتاعه الباسكت، فيديو حلو جدا وان شاء الله يعجبكم، هتلاقوه موجود على القناه. غسلت كده الباسكت، وطبعا ما كنتش عارفه اتحكم، الجوانتي كان بيزحلق، بس مفيش مشكله، احنا قدها ومفيش حاجه تصعب علينا. غسلت كده الباسكت، بصوا ما خليتش حته فيه الا ما دعكتها كويس جدا، وتحسي بقى ريحه الكلور مع الصابون مع الميه السخنه هتخلي الباسكت قشطه دلوقتي، بجد هتشوفوه فله. خلصت كده الباسكت وهشطفه وهسيبه بقى يتصفى تماما قبل ما احط فيه الكيس الجديد. اهم حاجة تخلوا الباسكت ينشف تماما علشان ما يعملش روايح مش مستحبة. وهنا كده هشطف كمان الغطا. حاولي تغسلي باسكت المطبخ يوم ويوم لأ باستمرار علشان تحافظي على ريحة مطبخك من اي روايح كريهة. وهنا كان المشايات بتاعة المطبخ خلاص اتصفت تماما، ونشرتها علشان بقى تتهوى وتتشمس كده، ونرجع نحطها في المطبخ على نظافة. ولحد هنا الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. هستنوني في فيديو جديد. باي باي، مع السلامة.